إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة العشرون من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيكا قبو وبارادو ضمن الجولة العشرين من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذا قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب 26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقرب آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19 20 25 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7-3 2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11 10 2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذا الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذا الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذا أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذا سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذا أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارات الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة.
الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هناك شيء آخر وهو العامل البدني. أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة: فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة، قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في جهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذن متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة.
إذا أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين تعادلين وفوز واحد، إذا سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذا أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نعود نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة، فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في الجهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1.
إذا قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذا الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذا الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذا أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذا سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذا أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح. أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني. أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة: فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي،
يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة قد تكون هذه النتيجة قد تخدم أقوى أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في جهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذن متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة العشرون من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة العشرين من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19 20 25 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7-3 2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11 10 2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذن أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذن سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذن أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها.
أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة: فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة، قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في الجهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب.
أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقرب. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذا الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذا الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين، أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذا أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذا سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذا أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة، فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض.
أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة، لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في الجهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقوى وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة العشرون من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيكا قبو وبارادو ضمن الجولة العشرين من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب 26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا، حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذن أداء متذبذب، لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذن سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذن أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنجل، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء،
أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو، أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح. أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة، فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة، قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في الجهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب 26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو،
آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا ضد بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذن أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذن سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذن أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة قوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذن مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذن الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة، فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو، ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذن المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في الجهة المقابلة قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو
وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب 26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف. آخر 5 مباريات للفريقين: أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذن أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذن سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذن أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنش، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذن مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. التحولات السريعة هي كذلك مفتاح،
أقبو يجيد المرتدات، وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هناك شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة: فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة، قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة وينعش آماله في البقاء ورد اعتبار بعد خسارة الذهاب. إذا المباراة تحمل أبعادا فنية ونفسية، فأولمبيك أقبو يظهر أنه أكثر توازنا ويلعب بثقة ويملك أفضلية الأرض. أما أتلتيك بارادو فريق شاب طموح يلعب كرة هجومية مفتوحة لكنه يعاني دفاعيا وغير قادر في المقابل قادر على خلق المفاجآت. التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة، هدف مبكر قد يفتح المباراة، بطاقة حمراء قد تغير المعادلة، أو ركلة ثابتة قد تحسم المواجهة. إذن كل المؤشرات توحي بمباراة مفتوحة هجومية، خاصة أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت أهدافا عددية. إذن الفريقين جد متقاربين، بين فريق يعيش فترة مميزة أقبو وفريق يمر بوضعية صعبة وهو بارادو. إذا متابعينا الأفاضل، عدنا إليكم من جديد. نتعلق الأمر بمباراة مميزة اليوم تجمع بين أتلتيك بارادو ونجم بن عكنون في الجولة 20 من مباراة الإياب، وتقام على الملعب الوحدة المغاربية. لن يحتضن ملعب الوحدة المغاربية مواجهة قوية تجمع بين أولمبيك أقبو وبارادو ضمن الجولة 20 من مباراة الإياب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والحسابات المعقدة في جدول الترتيب، خاصة بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أقبو خارج الديار 2-1. إذن قبل بداية المباراة جدول الترتيب كالتالي: أولمبيك أقبو يتواجد في المركز السادس ب26 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 7 وتعادل 5 وخسر 5 مباريات، سجل 20 هدفا واستقبل 18، يعني لديه فارق أهداف زائد 2. إذن أقبو يقدم موسما متوازنا حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على التسجيل في اللحظات الحاسمة. الفريق يعد من بين مفاجآت الموسم، خاصة بأدائه المنظم داخل الملعب. أما أتلتيك بارادو فيتواجد في المركز الرابع عشر ب17 نقطة، لعب 17 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 وخسر 10، سجل 17 هدفا واستقبل 24 هدفا، أي بفارق ناقص 7. بارادو يمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ يعاني دفاعيا بشكل واضح رغم امتلاكه عناصر هجومية شابة قادرة على صناعة الفارق. الفريق بحاجة ماسة للنقاط وللابتعاد عن مناطق الخطر. المواجهة المباشرة تظهر تفوقا نسبي لأقبو. آخر 3 مواجهات بين الفريقين في 19/9/2025 انهزم بارادو ب2-1 لصالح أقبو. 7/3/2025 أولمبيك أقبو ينهزم بالنتيجة نفسها سابقا لدى بارادو 2-1. أما في 11/10/2024 فاز أولمبيك أقبو بنتيجة كبيرة 3-1 على بارادو. إذن الإحصائيات تظهر فوزان لأقبو وفوز واحد لبارادو دون تعادل. إذن الصراع بين الفريقين دائما ما يكون مفتوحا وغزيرا بالأهداف.
آخر 5 مباريات للفريقين، أولمبيك أقبو فاز مباراة، خسر مباراة، وتعادلين مع خسارة. إذا أداء متذبذب لكنه يحتفظ بشخصيته داخل الديار. أما أتلتيك بارادو خسارتين، تعادلين، وفوز واحد. إذا سلسلة غير مستقرة تعكس أزمة نتائج واضحة. إذا أولمبيك أقبو قد يعتمد على خطة 4-1-2-3 عن طريق مدربه كمال قربي. التشكيلة المتوقعة قد يعتمد على زعموم، حتالة، وستيري، مسعد، وعدادي، وضرار، شريفة، شلفاوي، وكروم، زيدي، ويسلي. هذا وقد تحدث هناك تغييرات طفيفة عليها. أما في الجهة المقابلة اتحاد خنجل، أو نرجع إلى التحليل. نعم، بهذه التشكيلة الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه أقبو وهو ارتكاز دفاعي وحيد، فرار لتأمين العمق، وثنائي وسط بصيغة هجومية مع ثلاثي هجومي سريع يعتمد على الاختراقات. نقطة القوة هذه التشكيلة تنوع في الحلول الهجومية مع فعالية في التحولات السريعة وقوة في الكرات العرضية. أما نقاط الضعف فالمساحات خلف الظهيرين، الضغط العالي قد يربك خط البناء. أما في الجهة المقابلة أتلتيك بارادو قد يعتمد خطة 4-3-3. المدرب سفيان الحيدوسي يعتمد على تشكيلة أو أسلوب فني يعتمد على بناء اللعب من الخلف مع كثافة عددية في وسط الميدان أو اعتماد على المهارة الفردية. نقاط القوة وهي سرعة في الأطراف، قدرة على الاستحواذ، وجرأة هجومية. نقاط الضعف شاشة دفاعية واضحة وضعف في الرقابة داخل المنطقة. إذا مفاتيح المباراة وهي صراع الوسط، ولينجح ارتكاز أقبو في كبح ديناميكية ثلاثي بارادو. أم التحولات السريعة هي كذلك مفتاح، أقبو يجيد المرتدات وبارادو يعاني عند فقدان الكرة. الفعالية كذلك أمام المرمى، بارادو يخلق فرصا لكنه يهدر الكثير منها. كذلك هنا شيء آخر وهو العامل البدني، أقبو يدخل بثقة الانتصار ذهابا بينما بارادو يلعب تحت ضغط النتائج. إذا الملعب يشكل كذلك نقطة قوة حقيقية لأقبو، حيث يتميز بأجواء جماهيرية حماسية تضغط على المنافس، خصوصا في المباريات التي تلعب ظهرا، حيث يكون النسق البدني عاملا مؤثرا. أما السيناريوهات المحتملة لهذه المباراة: فوز أولمبيك أقبو يعزز موقعه في النصف العلوي، يواصل تفوقه المباشر على بارادو، ويقترب من مراكز المقدمة. تعادل في النتيجة، قد تكون هذه نتيجة قد تخدم أقبو أكثر ولا تحل أزمة بارادو أبدا. أما فوز بارادو فيعطيه دفعة معنوية كبيرة